تبارك الله الاخوان، تحياتي لكم. كي دايره الصحيحه، كي دايره الامور، كلشي بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غبرنا عليكم هذه الايام، ولكن دائما راكم في القلوب. فنسال ربي سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع الصيام وجميع الاعمال ان شاء الله. الله يبارك فيكم والله يهنيكم. اخوان، انا غبرت شويه نظرا لبعض الامور وبعض الالتزامات، ولكن غادي ربما نرجع بواحد الطريقه، لان كما كيقول له طفح الكي، فهمت؟ يعني القضيه وصلت للعظم كما قال له هذاك، جراء ما كنلاقيوه يعني يوميا من خلال المخالطه ديال الناس في ساو باولو بشكل كبير جدا، وكذلك في المنطقه ديال لا ريجون ديال برايس. داكشي اللي كنشوف مغاربه كيتعرضوا عليه، وهذا الشيء كيتحز في النفس. منهم من سرق ماله، منهم من نصب عليه، منهم من تم يعني وعده باشياء، وعندما جاء الى البرازيل وجد اشياء اخرى. فان شاء الله سنفضح المستور. وهذه رساله لدوك الناس اللي داروا مع هاد الناس هاد الحوايج. انا راه عندي جميع المسائل وسنكون لكم بالمرصاد، لان حنا ما كنقبلوش الظلم، وما كنقبلوش الانسان اللي جا مسكين واحد يلاه جاي تالف ما عرف حتى حاجه، تجي نتايا وداك الشيء اللي جايبو معاه كتديه ليه وكتضربوا ليه. حرام عليك. ماشي غير انت واحد ولا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه، وزيد لي هذوك العصابه ديال داكشي ديال الولاده. ان شاء الله غادي ندخلوا في هذا الموضوع، وغتكون ان شاء الله لقاءات مفتوحه، وغادي يتم الفضح بشكل تام. تحياتي.